السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشورة. طبعا احنا عندنا في مصر ميزة حلوة قوي. كل مناسبة لازم نعمل لها حلويات باسمها او حلويات خاصة بالمناسبة دي. فبمناسبة يوم عاشورة هنعمل طبق عاشورة، طبق حلو قوي وجميل وكريمي كده وطعمه تحفة، بس هنعمله بشوية اضافات كده هتوديه في حتة تانية خالص. تابعوني لحد اخر الفيديو وهقول لكم عملت ايه. انا جبت قمح البليله من عند العطار او بيبقى في سوبر ماركت. هغسله كويس جدا وهحطه في حله على النار، وهحط ميه مقدار يعني يغطي القمح مرتين، يعني ضعف مقدار القمح. تمام. واول ما يغلي اول غلوه او غلوتين كده هنطفي عليه وهسيبه متغطي ساعتين تلاتة، هنلاقيه نفش كده شويه زي ما انتم شايفين. هروح نقلاه بقى من الميه اللي هو فيها دي ونغسله ونرجعه تاني في الحلة على النار. ليه؟ لان المية دي تبقى فيها ريحة كده شوية، فاحنا بنقعد بننزل بس في ايه، آه آه الريحة البسيطة دي. ماشي. خلاص غسلناه وشلناه من المية اللي هو فيها، هنرجعه تاني في الحلة وهنحط عليه برضو مية تاني سخنة او مية عادي عادية ويسخن على النار، بس بحب احط مية سخنة عشان ينجز معانا اسرع. انا غيرت الحله عشان طبعا بعد يفور وبوظ الدنيا، فغيرت الحله ونضفت البوتاجاز وحطيتها في حله تانية. هو كده خلاص نفش وشرب الميه بتاعته خالص ومبقاش فيه ميه. هو ما قعدش كتير على البوتاجاز، هو بيقعد نص ساعه او حاجه لو قمح اللي هو مقشور. لكن لو حبايه قمح كامله، انا اللي مستخدماها دي حبايه قمح كامله، فبتقعد شويه على النار، يعني بتقعد لها ساعتين تلاتة. تمام. فرحت ضايفه عليها كميه اللبن زي ما انتوا شايفين كده، تغطي برضو القمح، وحطيت عليها نص كوباية سكر. طبعا السكر ده حسب التحلية. هندلع بقى العشورة بايه؟ هنحط لها كيسين كريم كراميل، هنضيفه كده مع اللبن والقمح على النار وندوبهم مع بعض. بيدي بقى طعم كريمي كده، واو حلو جدا. انا ضفت اول كيس اهو قلبته، ضفت تاني كيس برضو معاكم اهو وبنقلبه زي ما انتوا شايفين. هنفضل نقلب كده كويس لحد ما ايه، نحس ان الدنيا كده بقت حلوة معانا. هنضيف كوباية من القشطة اللي هي بتاعة البيت، اللي هي بتاعة وش اللبن. انا طبعا مطلعها من الفريزر فكانت جامدة شوية، هتتذوب شوية وهتفك على طول. 3 مكعبات زبدة. شايفين الحاجات دي كده كلها بتدلع العاشورة، مش مجرد عاشورة قمح بلبن بس، لا، دي حاجات كده تانية بتخلي العاشورة لها طعم تاني خالص. على جنب بقى هنجيب كوباية لبن أو كوباية مية عادي، وهنحط عليها 4 معالق صغيرة من النشا، طبعا على حسب الكمية. لو الكمية أقل من اللي أنا عاملاها دي هنحط معلقتين صغيرين بس من النشا ونضربهم مع كوباية المية. وهنفضل نقلب في العاشورة على النار. أول ما نحس إن هو القوام تقل كده معانا، يبقى وقعدت تبقلل كده بقلله كده بسيطة كده على الوش، يبقى كده خلاص تمام. ندفع عليها كده أصلا خلاص مستوية، احنا بس بنتقلها بالنشا. تمام. شلتها بقى من على النار وجهزت الاطباق اللي هحطها فيها، وهنزلها كده زي ما انتم شايفين. الله على الجمال بجد، تحفه. في فرق بين القمح المقشور وحبايه القمح الكامله. انا مستخدماها حبايه قمح كامله. طبعا بالنسبه للفايده والقيمه الغذائيه، طبعا حبايه القمح الكامله عشان هي حبايه مش مقشوره. هي هتلاقوا حتى فيها كام حبايه بقشرهم كده وانتوا بتيجوا تنقوها. بيبقى موجود عند العطار ده وموجود ده. اللي عايز يعملها سريع وما تاخدش منه ساعتين تلاتة يجيب القمح المقشور، لكن اللي عادي ممكن يطول فيها نجيب حباية القمح الكاملة، افيد واجمل. خلاص غرفناهم في اطباق وسبتهم لما الوش بتاعهم مسك نفسه كده بقى تمام. نزينهم بقى بالمكسرات اللي احنا عايزينها. مش عايزين نحط مكسرات وعايزينها ساده كده، اي حاجه انتوا عايزينها، كل واحد يعمل اللي ذوقه بيحبه وحسب الاذواق يعني ايه. وكل واحد يعمل اللي على مزاجه. انا حطيت شويه جوز هند وشويه زبيب. المكسرات اللي كانت موجوده عندي حطيتها. حطيت شويه بندق بقى على شويه لوز على كام واحده عين جمل، شويه مكسرات كده كانوا فايضين من رمضان، فقلنا نحطهم بقى وندلع العاشوره. بجد طلع طعمها حلو جدا وكريمي، وطعمها بجد كان تحفة. والاضافات اللي حطيناها فيها دي زودت من طعمها وخلت الطعم كده جميل، ادت له غناوة كده وجميل قوي. طبعا المعتاد ان احنا بنعملها بقمح ولبن بس ومعلقتين نشا بتتمسك بيهم وخلاص، لكن بجد الكريم كراميل والزبدة والقشطة بيدوها طعم حلو قوي. ده كيس الكراميل اللي كان مع العلبة. نحطه كده نزين بيه الوش زي ما انتم شايفين. وبألف هنا والشفا، ما تنسوش الاشتراك واللايك.